علي 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 والله العظيم كلها والله العظيم كلها كله لا بعد لا حكي ده بني بشتي اهو بلوري نجي كده كده بالك كده بلوري والله هقول ما بيجي الدنيا الثانيه كانت هذا خليك ابو دعم نعملها بس نسجل خليل خليل خمي هون كمان شيخ كيف خليل يا شيخي بدك كمل هون يا حسين تكرار تكرار أسعد منظمة سوريا ريليف دراسة سوريا هي بتغطي تقريبا يعني 50% من العوائل المحتاجة في مدينة حلب هي النازحين أكثر عملا النازحين اللي انهدمت بيوتهم نتيجة الحرب القائمة على الأرض السورية. حاليا هي بتغطي بمدينة حلب كمدينة ما يقارب 50 وكأرياف حسب عدد النازحين حسب نشاطاتهم حسب الوضع اللي هن فيه. هي في عندنا نشاط كمان طبي قائم على دعم المشافي ومجلس الطبي ومستوصفات، في عندنا كذا نقطة طبية وسيارات إسعاف. نحن قدمنا تقريبا 250 سلة حاليا للحي، وإن شاء الله في يعني نشاطات أكثر وأكبر إن شاء الله لقدام. هي السلة تقريبا فيها المواد اللي فيها كيلو زيت حلو، كيلو زيت نباتي، وكليين رز، كيلو حمص حب، كيلو دبس بندورة، كيلين برغل، كيلو حلاوة، كيلو عدس مطحون، 3 كليات سكر، كيلو سمنة، وربع كيلو شاي، وكيلو مربى، ونص كيلو زعتر. إن شاء الله نحن رفعنا للمنظمة بمكتبها هي ببريطانيا مانشستر، رفعنا لهم إنه نحن محل الحي هذا نزحوا عليه ما يقارب 5000 عائلة من شي حوالي تقريبا بشهر لهلا، هو القاطنين فيه تقريبا 7000 عائلة حسب الإحصائيات اللي عطونا إياها مجالس الأحياء، مجالس محلية. فإن شاء الله يعني عن قريب كثير إن شاء الله راح يكون في توزيع يغطي نحسن نقدم يعني نحسن عليه إن شاء الله، في تغطية ضخمة إن شاء الله. لا للطرفين للمحتاجين بشكل عام، لكن إن شاء الله المشروع اللي بعده هو اللي يكون للنازحين متضررين يعني الأشد فقرا. نحن كمنظمة سوريا ريليف في مدينة حلب نشكر الهلال الأحمر الكردي والأخوة الأكراد في تعاونهم معنا في توزيع المعونات والإعانات للشعب السوري في منطقة الشيخ مقصود النازحين.